وأعطي الكلمة الآن إلى الجزائر. شكرا جزيلا حضرة الرئيس. يشرفني أن أعلل التصويت نيابة عن مجموعة أي 3 زائد، وهي غيانا، سيراليون، الصومال وبلدي الجزائر. إن المجموعة صوتت لصالح هذا القرار الذي اعتمد للتو، والذي يسمح المجلس من خلاله بتمديد تقني لمدة 6 أشهر للأحكام الواردة في القرار 2780، وهذا تأكيد على التزامنا بالتمثيل الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا. وفي هذا السياق أود أن أشير إلى النقاط الأربعة التالية. أولا، لقد أحطنا علما بالتقرير الأخير للأمين العام بشأن أنشطة عملية إيريني، والتي شملت أكثر من 2000 حالة صعود على السفن وتفتيشها، ولكن نتأسف لأنه بالرغم من عدد حالات الاعتراض التي أبلغ عنها إلا أن العملية لم تحقق النتائج المتوخاة لتنفيذ حظر الأسلحة. هذا النظام الذي يبقى غير فعال في ظل التدفقات غير القانونية للأسلحة، لا سيما جوا وبحرا. إن التحدي القائم يسلط الضوء على الحاجة لاستعراض شامل لأساليب عمل هذه البعثة وتعزيز قدرتها التقنية للحيلولة دون نقل الأسلحة على نحو غير مشروع. ثانيا، نحن نواصل الدفاع عن تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ الولاية، بما في ذلك من خلال تعزيز الدور الرقابي للجنة الجزاءات، ولا سيما فيما يتعلق بالتصرف في المضبوطات وتدميرها ونقلها. ثالثا، إن المجموعة تحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز من خلال قيادة عملية إيرين من تعاونه مع الحكومة الليبية، ولا سيما في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات والتنسيق بشأن الوسائل الأكثر فعالية لإنفاذ حظر الأسلحة. إن تعاونا من هذا القبيل سيتيح للسلطات الليبية أن تتملك تماما مسؤولياتها الأمنية السيادية. رابعا، إن مسألة تهريب الوقود في ليبيا بلغت مستويات حرجة، فالتقارير الأخيرة تفيد بأنه بين 2022 و 2024 هذه الأنشطة غير المشروعة حرمت الدولة الليبية من حوالي 20 مليار دولار كمداخيل. إن هذا المورد الوطني الحيوي يتم استغلاله على نحو ممنهج، وهذا كان له عواقب وخيمة، فالشعب الليبي يحرم من الأموال الأساسية اللازمة من أجل تحقيق الرفاهية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، في حين أن استمرار هذه الأنشطة الإجرامية يعزز أكثر من قدرات المجموعات المسلحة التي تسعى إلى تقويض سلطة الدولة في ليبيا. إن تهريب الوقود يستخدم كذلك من أجل الإبقاء على الحرب القائمة في السودان وفي منطقة الساحل، غالبا بدعم من أو أطراف خارجية. وفي هذا الصدد نحن على ثقة من أن حكومة ليبيا والاتحاد الأوروبي سيواصلان المناقشات وسيكتشفان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بغية حل هذه المسألة الملحة. حضرة الرئيس، إن المساءلة تبقى نغمة صامتة في هذا اللحن الذي لم يكتمل. إن عملية إيريني تعترض السفن وتتقفى مصدر الأسلحة وتحدد الجهات القائمة بالإمداد، ولكن للأسف لم يتم اعتماد أي إجراءات سديدة. إن عدم الحركة هذا لا يبث الجرأة فقط في أولئك الذين يسعون إلى تقويض وانتهاك حظر الأسلحة، بل يقوض كذلك من سلطة هذا المجلس ومن مسؤوليته الأخلاقية. ولذلك نحث هذا المجلس على تحمل مسؤوليته التاريخية وضمان أن كل من ينتهكون حظر الأسلحة
ويقوضون من الاستقرار في ليبيا سيسألون إزاء فعلتهم. ختاما، إن مجموعة أي3 تؤكد من جديد على التزامها الثابت بسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. نؤكد على ندائنا لضمان الانسحاب التام ودون شروط مسبقة لكل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة. كما نؤكد على دعمنا لعملية سياسية بقيادة وملكية ليبية بتيسير من الأمم المتحدة، عملية تمهد السبيل لإيجاد حل مستدام وتعيد الأمل إلى ملايين الليبيين. شكرا. أشكر ممثل الجزائر على هذا البيان.